السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ للي ما يعرفنيش انا سارة دفعة 2023 تانية طب بشري. طبعا بعد الجدول ما نزل دلوقتي كلكم متوترين وخايفين وحاسين ان نهاية ثانوية عامة قربت، ومنكم كمان اللي بقى خايف ان هو يدخل الامتحان وحاسين ان الدنيا متلخبطة معاكم مش عارفين تعملوا ايه. بس عاوزاكم ان انتوا دلوقتي تتخيلوا معايا كده موقفين. موقف وانت في نفس الوقت ده السنة اللي جاية وانت مخلص امتحانات البيت ترم في الكلية اللي انت كنت بتحلم بيها، وان انت بتتخيل وبتشوف كده اللي حواليك وبتقول يا انا حققت كل ده امتى، دخلت كلية احلامي دي امتى، وبتقول الحمد لله يا رب ان انت كرمتني بالحاجة اللي كان نفسي ادخلها بقالي سنين. ومشهد تاني بيقول ان انت برضو مخلص امتحانات ميد ترم بس في كلية انت ما كنتش حاببها، مش عارف انت طلعت بالامتحان حلال كويس ولا لا، انت مش عارف انت مذاكر اصلا ولا لا. كل ده علشان دي الكلية ما كانتش حلمك، وانت ما عملتش اللي عليك علشان يوصلك للحلم اللي انت كنت عاوزه، فربنا ما كرمكش بالحاجة اللي انت عاوزها. طبعا كلكم دلوقتي المشهد الاقرب لقلبكم واللي بيطلع من عيونكم قلوب كده هو المشهد الاول، ان انت دخلت الكلية اللي انت كنت بتحلم بيها وحققت اللي كان نفسك فيه. طب هل الحلم ده اتحقق لوحده؟ لا طبعا، اتحقق باصرارك وعزيمتك، وان انت كان عندك اراده ان انت توصل اللي انت عاوزه، بعدت عن كل المشتتات اللي شاغله تفكيرك زي الجدول نزل انا مش هلحق، انا ورايا حاجات متراكمه مش هلحق المها، انا مش هلحق اخلص المنهج. كل الكلام ده بعدت تفكيرك عنه وبعدت التشتيت عنه، وبدات ان انت تحط خطوات اساسيه وثابته ان انت توصل بيها لحلمك. كميه الرهبه والخوف والقلق اللي انت حاسس بيهم دلوقتي ده احساس طبيعي جدا، انا نفسي حسيت بيه وانا مكانك. بس اللي انا عايزه اقوله لك، ما تخليش الخوف والرهبه والقلق والتوتر وكل المشاعر السلبيه دي ان هي تاثر عليك وعلى مستقبلك، بان انت ما تبقاش قادر تذاكر، ما تبقاش فيك دماغ ان انت تحط الاسس بتاعتك، تحط اولوياتك، تحدد اهدافك، تحدد انت عايز توصل لايه. كل ده طبعا كل المشتتات السلبيه دي هتاثر على ده بالسلب. انت مش هتقدر تعمل حاجه من دي وانت دماغك متشتته في ان انت خايف من الامتحانات، خايف اصلا انت تكون تدخلها. في كمان منكم ناس دلوقتي بتفكر في التأجيل لمجرد ان هي حست برهبة الامتحانات وخوف من الامتحان. انا عاوزاك تحط في بالك دلوقتي ان الامتحانات دي هي مش بعبع الثانويه العامه زي ما انتم مفكرين، او ان انت الامتحانات دي مش نهايه الدنيا، هي مجرد سلمه بتحط رجلك عليها بدايه لحلمك ان انت ان شاء الله ربنا هيكرمك بيه وان شاء الله هتحققه. انا حبيت ابدا معاكم الفيديو بالمقدمه عن جدول الثانويه العامه ان هو نزل، وعن التوتر اللي انتوا فيه دلوقتي. ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض عن ازاي تراجع ماده الاحياء اللي هي رعباكم كلكم وامتحاناتها ما بتعرفوش تحلوها، وكل المشكله دي ان هي ابسط مما تتخيل، وان شاء الله هتجتازها وان شاء الله هتحلهم، هتبقى بتحلوهم كويس. ركز معايا في الفيديو للاخر. بس قبل ما تبدا الفيديو متنساش تضغط لايك، سبسكرايب، تفعل النوتيفيكيشن، تعمل جوين لجروب التليجرام علشان بنزل لكم عليه كتير حاجات مهمه، وتعمل فولو الانستجرام. ويلا بينا نبدا الفيديو. بليز كيب واتشينج. مبدئيا مش عايزاك تبقى قلقان من امتحان الاحياء. هو امتحان الاحياء عايز اللي يفهمه، عايز انك تكون فاهم ان امتحان الاحياء عباره عن تلاعب بالالفاظ، عباره عن كلمات باللغه العربيه عايزه ان انت تترجمها، فتبدا ان انت تحل السؤال بالمعلومه اللي انت واخدها اصلا في المنهج. حاجه تانية هو ان انت تختار الاصح في الاختيارات، مش تبدأ تختار بالعقل والمنطق، لا، انت بتختار على حسب العقل والمنطق بس معاه اللي انت اخدته في المنهج بالطريقة المباشرة، مش تروح تلفله من كذا حتة وتجيب لي الإجابة الغير مباشرة او الاستنتاج اللي حضرتك استنتجته. لا، انا بقولك هات المعلومة من المنهج وحطها في الإجابة، مع انك تكون فاهم السؤال محتاج ايه بالظبط، وده من طريق ترجمتك للغة العربية اللي موجودة في السؤال. انت عندك يعتبر 6 فصول في الاحياء، سواء 5 دول احياء وكان عندك 1 جيولوجيا. طيب هل ال6 دول هتقسمهم ازاي؟ هتقسمهم ان كل فصل هياخد منك يومين ما عدا فصل واحد، وهو فصل الدي ان اي والار ان اي، هياخد منك 3 ايام. يعني هتاخد يوم للدي ان اي ويوم للار ان اي ويوم هيكون حل عليه. طيب ايه الستبس اللي هتمشي عليها علشان تخلص ال6 فصول دول باتقان وتكون قادر ان انت تحل امتحان اخر السنه بتاعهم؟ اول حاجه هتسمع شرح لحد كويس انت بتفهم منه كويس وبترتاح ليه في الشرح، ومش بيخليك تلخبط افكارك ولا بيجيب لك من كل حاجه شويه. وعندك مدرسين كتير جدا على اليوتيوب بيشرحوا مادة الأحياء، وكمان شرحهم متوفر على اليوتيوب. عندك دكتور محمد أيمن مثلا، دكتور أحمد الجوهري، مستر محمد صالح، ناس كتير جدا، دكتور هوبة، في ناس كتير
موجودين على اليوتيوب بيشرحوا مادة الأحياء، بس اللي انت تفهم منه كويس هو ده اللي انت تسمعه. المهم هتسمع الشرح كويس قوي وهتذاكر بعديها. طيب بعد المذاكرة هتعمل ايه؟ انت بتذاكر بكل بوينت في المنهج، بتحفظها وبتفهمها الاتنين. في حاجات مش بتعرفوا تحفظوها او انت مش هتحفظ المنهج كله لان بقالكم كتير ما حفظتوش فالموضوع بالنسبة لكم صعب. افهم مع الحفظ، يعني افهم مع حفظ المعلومات الرئيسية او حفظ المعلومات الأساسية. طيب بعد ما هتذاكر المعلومات كويس او بعد ما هتذاكر الفصل كويس، هتيجي ان انت تلخصه بايديك. طب هتلخصه ازاي؟ ما بقولكش امسك كتاب وانت بتلخص، سيب الكتاب من ايدك وانت بتلخص، لا، انت هات ورقه معاك وابدا لخص كل الحاجات اللي انت فاكرها سواء من الشرح او من المذاكره. طيب في حاجه انا مش فاكرها، الحاجه اللي مش فاكرها هي دي الحاجه اللي وقع مني اللي انا عايز اراجع عليها، فترجع تاني للفصل تراجع عليها منه. فيبقى انت كده سمعت الشرح ولخصت بايديك، فانت جاهز ان انت تحل اسئله على الفصل ده. هتعمل ايه؟ هتمسك كتاب، مش هقولك كتاب اللي هو بتاع طول السنة، لا، انت هتمسك كتاب مراجعة نهائية، كتاب لامم كل الاسئلة بتاعة الفصل في مكان واحد، هتبدأ ان انت تحلها. طيب زي كتاب ايه مثلا؟ افضل كتاب اللي انا برشحه خاصة في مادة الاحياء وهو التفوق. التفوق بيكون حاطط اسئلة حلوة جدا، اسئلة يعني في الصميم زي ما بيقولوا، واسئلة كمان ان هي بتكون تدريجيا كويسة جدا ان انت تختبر بيها نفسك وتختبر بيها مذاكرتك على حسب الفصل اللي انت سمعته. في برضو معاك كتاب الامتحان، في بنك اسئله هايل برضو وكويس قوي ان انت تحل منه. يبقى انا كده رشحت لك كتابين، كتاب التفوق وكتاب الامتحان، كويسين جدا في الاحياء. طب انت مثلا جه عليك الوقت ان انت خلصت فصلين ولا 3، هتعمل ايه بعد كده؟ هقول لك ابدا حل امتحانات شامله. هتقولي طب هل انا جاهز ان انا احل امتحانات شامله؟ هقول لك حل عادي، انت ذاكرت فصلين ولا 3 يعتبر نص المنهج، فانت قادر ان انت تحل اغلب الاسئله في الامتحان بتاع اخر السنه. طيب ليه انا قلت لك ان انت تحل امتحانات شامله وانت لسه ما خلصتش مراجعه كامله؟ لان لما يقف معاك سؤال خاصة في الفصول اللي انت لسه ما راجعتهاش، هتبقى عارف ايه هي نقاط ضعفك اللي انت بتغلط فيها او اللي انت مش فاكرها، فيخليك تركز اكتر وانت بتذاكر. يعني انا مثلا وقف معايا سؤال عن الدي ان ايه وانا لسه ما راجعتش الدي ان ايه، النقطة اللي في السؤال اللي انا غلطت فيها دي واللي انا هصححها نفسي وانا بصحح الامتحان، دي بتعرفني ان انا النقطة دي هركز عليها في الفصل. فبالتالي وانت بتذاكر الفصل هتكون بتفصصه حرفيا، انت بتذاكر كل حاجة فيه، فده يخليك تتك اكتر في المذاكرة. طب ايه اهم الفصول بالتدريج كده اللي تركز عليها؟ طبعا اول فصل بيقع في دماغكم كلكم هو الريبرودكشن او التكاثر. ليه التكاثر مهم؟ لان بيجي عليه اسئله كتير في الامتحان، وعلى فكره هو سهل وبسيط جدا. ركز بس فيه في جزء النبات، ركز واعمل مقارنات بين الميل والفيميلز، ركز على السايكل بتاعه الفيميلز كويس، المراحل بتاعه الحمل، كل حاجه ركز عليها واعمل مقارنات مع نفسك كده ومخططات، هتلاقي ان الفصل بقى ملموم في ايديك وبقى سهل وممتع جدا وانت بتذاكره. تاني فصل مهم جدا هو فصل الدي ان ايه والار ان ايه، وده طبعا محتاج كده يعني زي ان انت بتلعب كده او زي ان انت بتجرب حاجات، بتعمل حاجات، محتاج كده يعني تخطيط دماغي حلو. فشغل دماغك كده فيه وابدأ ان انت تفهمه واحدة واحدة، اسمعه من حد انت بتحب شرحه وبتكون متقبله كويس، علشان وانت بتذاكره تحس باستمتاع كده وانت بتذاكر الفصل ده. الفصل ده محتاج فهم عميق كده وفهم كويس، ومحتاج تربيط معلومات، مش عايز ان انت تكروته وترمولي لاخر حاجة. تالت فصل، فصل المناعة، وده بقى ألذ فصل انت ممكن ان انت يعني تستمتع كده بشرحه، بتسمعه في حكاية او في مسرحية او في اي قصة عموما، بتعرف كده التسلسل بتاعها وتعرف التسلسل بتاع احداثها، وبجد بيفرق معاك جدا ان انت تكون واخده كحكاية او مسرحية او منهج كله. لو حسيت ان انت بتذاكره باستمتاع كده هيفرق جدا معاك سواء في المذاكرة او في الحل. بجد الموضوع ده بيفرق جدا ان انت تذاكر بنفس عن ان انت تكون بتذاكر متضرر. لا، حاول ان انت تكون فاتح نفسك كده، انت بتذاكر احياء اللي ان شاء الله تبقى في الكليه اللي انت داخلها ان شاء الله. لو كلكم يعني او اكتركم نفسكم في كليه طب او حاجه، اللي هيدخلها هيبقى بيذاكر وهو مستمتع كده. نفس الكلام كده الفصل بتاع الدعامة، محتاج ان انت تعرف جسم الانسان كويس، تعرف ايه الحاجات اللي موجودة فيه، عدد العظام، الاربطة والاوتار وبتشتغل ازاي وايه التعريف بتاعها. يا جماعة احفظوا تعريفات، بلاش ان انتوا تهملوا التعريفات. اهم حاجة في الاحياء اصلا انت تعرف تعريف الموضوع، يعني ايه مثلا رباط، يعني ايه وتر، يعني ايه اصلا كلمة دعامة، وايه الفرق في الدعامة التركيبية والدعامة الفسيولوجية في النبات. كل الحاجات دي مهم جدا انت تعرف التعريفات بتاعتها.
في الاحياء بالذات اهتموا بالتعريفات. وهقول لكم كمان في فيديو الفيزياء ان الفيزياء برضو من الحاجات المهمه جدا ان انت تعرف التعريفات بتاعتها. بس خلينا في الاحياء دلوقتي. المهم ان انت اقرا التعريفات كويس، افهمها وطلع منها اصلا فروع للدرس بتاعك. اخر فصلين بقى، ودول فصلين بيجمعوا لك درجات كده في الاحياء. هو كان فصل واحد كل السنين اللي فاتت ما عدا السنه دي لان اتضاف عليه فصل الجيولوجيا. فانا هقول لكم ان فصل الهرمونات وفصل الجيولوجيا من الحاجات اللي هتجمع لك درجات كتير جدا، يعني بجد هيجمع لك شويه درجات حلوين في الاحياء. ليه؟ لان الاتنين دول محتاجين ان انت تكون عارف معلومات وحافظ معلومات وفاهم شويه. يعني بجد انت لو حافظ المعلومات اللي موجوده عندك في المنهج سواء في الهرمونات او في الجيولوجيا، عارف الهرمون ده بيطلع منين، بيأثر على ايه، وبيعمل نيجاتيف فيدباك على ايه، وكل الكلام ده بجد هيفرق معاك جدا. وان انت هتكون داخل ضامن في الامتحان فصلين جيولوجيا والفصل بتاع الهرمونات. انت عارف كل الاسئله كل الاشكال بتاعتها وكل حاجه. وبكده انا قلت لكم على ازاي تراجع الاحياء وايه تدريج الفصول اللي انت تذاكره فيه، او ايه يعني تدريج من حيث الاهميه. كل حاجه في الاحياء حاولت ان انا اوصلها لكم بطريقه مبسطه، وان انا اشرح لكم تعملوا ايه بالظبط وتمشوا على ستبس ايه بالظبط. ابداوا حلوا امتحانات نهائيه، لان بجد هيفرق معاكم الموضوع ده لو بداتوه بدري. هتحس ان انت في النهايه انت تبقى عارف اغلب الافكار بتاعه الاسئله، وهتبقى عارف شكل الاسئله بيجي عامل ازاي، فهتكون لامم عدد كبير جدا من الاسئله. فعشان كده ابدا من دلوقتي حل امتحانات شامله، وابدا من دلوقتي مراجعه على الحاجات اللي فاتت لان خلاص يعني الامتحانات قربت. المهم ربنا يوفقكم جميعا يا رب، وان شاء الله ما تقلقوش، كل حاجه هتعدي بسرعه. يعني الشهرين دول بيعدوا بسرعه جدا، وان شاء الله هيعدوا وهتحققوا احلامكم. مش عايزة التوتر والقلق يغلب هو عليكم او هو اللي ينتصر عليكم. لا، انتصروا انتوا عليه وشدوا حيلكم كده وفوقوا. عايزاكم ان انتوا تركزوا في المذاكرة في الشهرين دول عشان يكمل على خير، وعشان ان شاء الله نتيجتكم تطلع كمان بعد الامتحانات، وتكونوا محققين كل اللي نفسكم فيه، وكل واحد فيكم يدخل الكلية اللي هو بيتمناها. طالما بتسعى وبتعمل اللي عليك، استنى بس كرم ربنا هو اللي فارق معاك. يعني توفيق ربنا هو اللي هيفرق معاك بعد كده، بس عشان تكون قدام نفسك انت عملت اللي عليك وتستحق ان انت يعني ربنا يحقق لك ان شاء الله كل اللي بتتمناه. بس كده، يا رب يوفقكم جميعا يا رب. Thank you for watching.